أول رد من الفنان تامر حسني على تصريحات بسمة بوسيل ورسالة غير مباشرة. ما هي اللي اتأثرت بتأثر من كلام كتير، أنا بعذرها، بسمة أصغر مني بكتير يعني مهما اتحملت أنا بعذرها. النهارده بقى عيد الحب، ولا كل سنة وأنت طيبة وكل سنة وأنت حبيبة قلبي. بعد كلام بسمة بوسيل الأخير على إنها عايزة ترتبط بشاب ملتزم دينيا ويكون مسلم حقيقي، يعني عايزه واحد يبقى قريب من ربنا، مش عايزه واحد يقول لي اصل انا كول اند اصل انا ما اعرفش لا، انا عايزه واحد قريب من ربنا بيبراكتس عشان انا مسلمه، انا عايزه واحد بيبراكتس، بس مش عايزه برضه حد يعني متدين قوي، بس عايزه واحد بيعرف ربنا، بيراعي ربنا عشان يراعي ربنا فيا، وبيبراكتس، بيصلي 5 مرات في اليوم، بشوفه بيصلي قدامي 5 مرات في اليوم، عشان ده بقى العمود بتاع كل حاجه. لما تامر حسني قرر يرد ولكن بطريقته الخاصه بدون اي تصريحات مباشره. النجم المصري تامر حسني شارك متابعيه صور من داخل فيلته وهو بيجهز ركن للصلاة وقراءة القرآن استعدادا لشهر رمضان، وده بالتعاون مع مصممة الديكور. خطوة تامر كانت كفيلة تخلي الجمهور يربط بينها وبين تصريحات طليقته، وكأنه بيقول لها رسالة غير مباشرة بيقول فيها أنا ملتزم وبصلي، وكأن الرد جاي من غير ولا كلمة، بس الصورة كانت واضحة جدا. الصور دي انتشرت بسرعة على السوشيال ميديا والتعليقات اتقسمت، وشايفين انها مجرد صدفة بين مقتنعين ان تامر قاصد يرد على بسمة بطريقته الخاصة. هل ده فعلا رد مباشر منه ولا مجرد تجهيزات عادية لرمضان؟ الجدل لسه مستمر والقصة شكلها مكملة.